السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة شهوات مريم من المغرب، ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم اروع الشباكية، لا في الشكل ولا في المذاق ديالها. كتجي ناجحة 100%، وكتجي لذيذة وهشيشة، كتجي معلكة ومجعبة وشرب العسل، بطريقة اللي هي سهلة خصوصا المبتدئات. غادي نخليكم تكتشفوا معايا المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. هنا بالنسبه للمقادير، عندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال القرفه تكون مغربله مزيان، وعندي هنا المسكه الحره دقيتها مع شويه ديال السكر، واحد 9 ديال الحبات ديال المسكه الحره، وعندي هنا معلقه كبيره ديال النافع ومعلقه كبيره ديال حبه الحلاوه اللي صهدتهم شي شويه في المقلاة وطحنتهم وغربلتهم، وعندي هنا اصفر بيضاء، عندي هنا ربع كاس ديال الخل او معلقه ونص ديال الخل، عندي هنا ربع كاس ديال ماء الزهر درت فيه هاد الضمه ديال الزعفران، وعندي هنا كاس ديال ماء الزهر درت فيه هاد شويه ديال زعفران شعره اللي كيعطيه واحد المذاق لهاد الشباكيه، وعندي هنا كاس الا ربع ديال الزيت، نص كاس ديال الزيت النباتيه ونص كاس ديال زيت الزيتون، وعندي هنا كاس الا ربع ديال الزبده مذوبه، وعندي هنا كاس ديال اللوز بالقشره ديالو ما محمر ما والو ومطحون ومغربل مزيان، وكاس ديال الزنجلان كنعبروه وعاد كنطحنوه ومغربل مزيان، وعندي هنا كيلو و100 غرام ديال الدقيق الابيض او الفورس، وواحد خماره بوزن 8 غرام. ودابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير، غادي نضيف هاد الدقيق ونضيف الزبده، كاس الا ربع ديال الزبده وكاس ديال الزيت، وغادي نضيف اصفر بيضاء، وغادي نضيف معلقه ديال القرفه ومعلقه ديال النافع مع حبه الحلاوه، وغادي نضيف الزنجلان مع اللوز، وغادي نبسبس هاد المكونات مع بعضياتهم حتى كنحصل على واحد المزيج ديال النواشف كلها والسوائل، كنخليهم من بعد. وهاد الخليط هذا غادي ندوزو في هاد الحكاكه بالطريقه، واللي عندها الغربل تغربلو على هاد الشكل. وهنا ضفت داك الكاس ديال ماء الزهر اللي ضفت فيه ديك الزعفران شعره، وغادي نبدا نجمع العجين. وهنا كنضيف ماء الزهر. بالنسبه لهاد العجين خدا مني كاس ونص ديال ماء الزهر، وضفت واحد نص كاس ديال الماء. وبالنسبه للعجين كل واحد كل دقيق، كاين دقيق اللي كيشرب وكاين دقيق اللي ما كيشربش. هنا من بعد ما جمعت العجين كما كتلاحظوا راه كتجي عجينه قاصحه. هنا كنقطعها على هاد الكويرات الصغار على هاد الشكل، وغادي نغطيهم باش ما تنشفش لينا هاد العجينه من الفوق. وهنا كنبدا نطلقها واحد شويه وكنطويها على جوج، وكنعاود نطويها على جوج بحال الشكل ديال المسمنه. هاد الطريقه ديال التوريق هي اللي كتخلي الشباكيه فيها هادوك العوينات عامرين بالعسل، او هادوك الجعيبات كيكونوا عامرين بالعسل. وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل العجين كامل اللي عندي. راها من الضغطه وحده غادي تبان لكم العجينه شاده في راسها. انا ما كنصحكمش ديروا العجينه تكون رطبه بزاف. انا غير زربت لكم في الفيديو باش ما يجيش فيديو كبير بزاف وما يجيش ممل. الطريقه راها واضحه، الفيديو راه شرح راسو براسو. وهنا غادي نبدا نسرح في هاد العجين بهذه الطريقه باش ندوزها في الماكينه. واللي ما عندش الماكينه يدير غير بالدلاك، غير الماكينه شويه كتعاون. هنا غادي ندوزها على 4 وعاد غادي ندوزها على 2. وبالنسبه لكم نتوما واش كتبغيو الشباكيه تكون غليظه ولا تكون رقيقه. وهنا غادي نقطع ليها هاد الجوانب
باش تجي الشباكيه مقاده. وهنا كندير 1 2 3 4 5 ديال الاشرطه اللي كندير لداخل، والسادس كنقطع باش تجيني مثلثه. يعني غادي ندير 2 على 2. هنا غادي نحل هاد العوينات هادو، وغادي ندير 2 على 2، وغادي نقلبها، وغادي نشد هادوك، غادي نحلها شويه، وغادي نشد هادوك الجناب، وغادي نقرص عليهم مزيان باش ما يتحلوش. وكتجي على هذا الشكل، وغادي نقطع عليه هاد الجوانب. كيكون هذا هو الشكل ديالها، كيجي ساهل صراحه. كننصح بها اي بنت مبتدئه يلاه كتعلم دير الشباكيه، كننصحك بهذه الطريقه. صراحه كتجي سهله وما كتاخذش منك الوقت بزاف. وغادي نستمر بنفس الطريقه، وغادي نخليكم مع الفيديو تشوفوا الطريقه ديال التشباك. طريقه راها سهله، والفيديو راه شرح راسو براسو. وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. وهنا من بعد ما كملت الشباكيه في التشباك ديالها مباشره، بديت كنقلي فيها. هنا راني بديت كنقلي، كندير شباكيه في الزيت. ملي كندير القليه الاخرى كنحيد الاولى وكنديرها في العسل، وكنحيد هذه اللي كاينه في العسل كنديرها في هذا الكسكاس، وكنرش عليها شويه ديال الزنجلان يكون محمر. ومني كندير القليه الاولى كنحيد الاخرى نديرها في العسل، وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل هذه الكميه كامله اللي عندي. وغادي نتلاقاو ان شاء الله في شوفوا الشكل النهائي ديال الشباكيه.
وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه اللي حضرت معكم. الصراحه كتجي رائعه بزاف، لا في الشكل ديالها ولا في المذاق. كتجي لذيذه وهشيشه ومعلكه، كتجي شاربه العسل. انا غادي نحل معكم وحده تشوفوا كيف كتجي معلكه. جربوها ان شاء الله، غادي تنال الاعجاب ديالكم. ونتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم لا فيديو ما تنساوش تدعموني بلي لايك وتبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب. وبسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامه.